كارثة حصلت ولا بد من التنويه عنها وأخذ العبرة الكاملة منها. الكارثة اللي حصلت اللي كل الناس بتتكلم عنها، ايه القصة وايه الحكاية؟ نصلي على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بتبدأ القصة بصريخ في الشقة. ايه اللي حصل؟ زوج بيعود من العمل، زوج بيعود من العمل ليجد زوجته في أحضان عشائها ومتغطيين، فما كان منه إنه هو دخل المطبخ وجاب السكينة وانهال عليهم الاتنين. لما قتلهم الاتنين، قتل زوجته وقتل عشيقها، وبعد ما قتلهم وانتقم منهم بيرفع بقى الغطا من عليهم، يكتشف ان العشيق هو ابنه، هو ابنه، وبدأ يصرخ وبدأ يقول الحقوني، انا لقيت مراتي بتخني مع ابني، مراتي بتخني مع ابني عشان كده قتلته. طب تعالوا، اخدوا الزوج راحوا بدأوا يحققوا معاه. ايه اللي حصل؟ قال لهم اللي حصل ان انا في الفترة الاخيرة حسيت ان مراتي كل ما اجي يعني اطلبها للعلاقة الزوجية تسيبني، ما ترضاش، يعني ما بتبقاش عايزة تيجي وبترفض. بدأت اشك، يبقى هي اكيد خاينة، اكيد هي كده بتخني، بدل هي ما بتطلبهاش رغم ان هي كانت دايما بتحبها، اشمعنى دلوقتي ما بتطلبهاش؟ بدأت اشك، فروحت قايل للبواب يا بواب لو شفت اي حد غريب داخل او اي حد قريب داخل رن عليا. وانتظرت ان هو يرن عليا، عدى يوم 2 اسبوع لحد ما لقيت البواب بيرن عليا بيقول لي تعالى في واحد دخل عندك. جيت لقيتهم الاتنين في غرفة النوم ومتغطيين، قلت لازم اخد حقي واقتلهم، وبالفعل اخد حقه وقتلهم. طب تعالى يا بواب، انت اتصلت على الاستاذ محمد ده وقلت له ان في حد غريب عندك؟ قال له لا يا فندم ما حصلش. قال له امال ايه؟ قال له يا فندم هي القصه من زمان، الاستاذ محمد ده كان في مشاكل ما بينه وما بين مراته بسبب ان هو بيتناول مخدرات، والمخدرات دايما دخلته في انه بيحصل له تهيؤات. هو قال لي بالفعل بكلمني، لكن انا ما كلمتش حد، وبالفعل بالكشف على شبكات الاتصالات ما حصلش اي تواصل ما بين اسمه ايه ده، لا حد، لا الزوج استقبل المكالمه ولا البواب كلمه اصلا. فبداوا يعملوا المعاينات اللازمه عشان يشوفوا هل كلام الراجل ده معقول مظبوط ولا لا. طبعا في كلامه انه دخل لقى ان مفيش حد في البيت وهم موجودين في اوضه النوم ومتغطيين والاتنين نايمين، مع ان ابنه ليه غرفته وسريره والام لها غرفتها وسريرها. فانا لقيتهم الاتنين مع بعض، فرحت نازل قاتلهم الاتنين. طبعا كشف ملابسات الجريمه والمباحث الجنائيه جت عشان تمسح او تشوف مسرح الجريمه، اللي اكتشفوا ان هناك اثار دماء في غرفة ابنه، في غرفة ابنه، وفي الارض في الطريق ما بين غرفة ابنه لسريره مع زوجته. اللي اكد البحث الجنائي ان تم مقتل الزوجة الاول، وبعد كده تم قتل طبعا ده الطب الشرعي والكلام ده كله، تم قتل الابن في غرفته، يعني ده في غرفتها وده في غرفته. ولما فهم من القصة عشان يطلع من الدنيا، او كان مغيب تحت اثار المخدرات، عشان يطلع من القصة دي شد ابنه جابه ونيمه جنب امه وغطاه، على اساس ان هو جه لقاهم متغطيين وكان فاكر ان هما الاتنين بيمارسوا والعياذ بالله الرذيل. شفتوا اثار المخدرات؟ شفتوا المخدرات ودتنا لفين؟ الناس اللي بتستسهل الموضوع وبتقول انا هجرب
الناس اللي شغالة دلوقتي لازم تخلص منها، هتودي في داهية. وانا يعني انا لو عايز اجرؤ اقول اي واحدة تحس ان زوجها بياخد بلاوي السودا بودرة، اي بلاوي، اي بلا ازرق من اللي بيتاخد ده، سيب جوزك وامشي فورا. اللي اكتشفنا بعد كده من الاعترافات بعد ما عارف ان هي كانت بتمنع نفسها عنه علشان يبطل المخدرات دي، لكن هيع له نفسه ان هي بتخونه. هي كانت بتحاول تقاومه او تبعد نفسها عنه عشان يرجع لنفسه، لكن للاسف ده اللي حصل. ودي القضية اللي الدنيا كلها بتتكلم عنها دلوقتي. شفت نتيجة المخدرات وصلتنا لفين؟ شفتوا نتيجة المخدرات وصلتنا لفين؟ مش هقدر اقول غير حاجة واحدة: لله الامر من قبل ومن بعد. لله الامر من قبل ومن بعد. دي كانت قصتنا النهاردة. انتظرونا في حكايات قادمة على قناتكم المفضلة، حكايات وقضايا واقعية. شكرا لكم، السلام عليكم.